طبعا طبعا دي الراس الاوريجينال. لما فكيناها بعتولنا الستور 3 رؤوس. طبعا الستور بعتت لنا 3 رؤوس. دي الراس الاوريجينال، ما بيبقاش فيها حديدة. تمام، مش عايزة تنزل، مش عارف انزلها. مهم. دي الراس الاوريجينال اهي. دي البورصة الاوريجينال اهي. بوردة بريميوم اوريجينال. طبعا بصوا هنا باين قوتها. خلينا نعمل انبوكسنج سريع كده. هيدي في منها اسود وفي ابيض. تحبوا نبدأ بايه؟ اهو. طبعا بصوا شياكة شياكة يا جدعان. هنا مكتوب عليها 25 واط بي دي ادابتر. تمام، جاية متكيسة كده. اوعى تتخدع فيهم عشان هتلاقي نفس الباكت هاي كوبي. ده اللوجو بتاع الشركة، ام لاين ستور كينج اوف اوريجينال. تمام، ده السيريال نمبر. ده السيريال نمبر بيبقى مكتوب كده. طبعا جاية متبرشمة من هنا. تمام، دي علامة الإمارات. اهو، احنا هنجيبها لكم من كل الزوايا. خلينا بقى نفتح. هو البرشام مقفول أوي جامد كده ليه؟ متبرشمة بطريقة فظيعة يعني. أخيرا. مم. مم. طبعا الشاحن ده هيبقى كويس لل 34 54 اس 20 الترا اس نوت 20 كل الحاجات دي. آم، خلينا نشوف بس العلبة فيها ايه. العلبة ايه. تمام، فيها الكتالوج. خلينا نتفرج على الكتالوج، نبص عليه بصة سريعة. محدش بيقرا الكتالوج ده طبعا خالص. أهو. حتى باين الباكت نضيف جدا. هنا السيريال اهو، معلش السيريال اهو برقم الإصدار. السيريال اهو برقم الإصدار. تمام، ده الإصدار ده شهر 8/20/23، إصدار جديد جدا يعني. طبعا دي الراس. طبعا انت بتمسك لو عايز تتأكد أول حاجة تعملها تعمل سكان كيو ار للكود ده. الكود اللي هنا ده بتعمل له سكان كيو ار وبيوديك على موقع سامسونج. لو أصلي، لو مش أصلي مش بيفتح أصلا. خلينا نفتح الراس اهي. بصوا حاجة بريميوم يعني. بص السوكت عامل ازاي. وهنا بيبقى مكتوب عليها سوبر فاست تشارجنج، بتشحن الموبايل كله في ساعة وعشرين دقيقة لساعة ونص. دي الكتابة. طبعا برضو ده سيريال الإصدار. هنا بيقول لك سامسونج فيتنام. تمام. آه بيقول لك ميد ان فيتنام، وده الكيو ار بتاعه. خلينا الكتابة بس نزوم عليها عشان تظهر. ده ال25 واط الفعلي. هنا بيقول لك ايه ده السيريال اللي موجود هنا اهو. رقم الاصدار اللي موجود هنا هو اللي موجود على الكرتونه. ده بيفرق بقى لما انت بتيجي تشوف الاصدار. بيفرق جدا يعني. تمام. اه، بيقول لك ميد ان فيتنام. بصوا الحاجه السوكي الراس بريميوم
بريميوم بريميوم. طب خلينا نشوف هتبقى فيها مغناطيس ولا لأ. اهي فيها مغناطيس اللي هو بسيط، اللي هو بيبقى في البوردة. من الحتة دي بيبقى فيها لازم مغناطيس بسيط اللي هو بيبقى في البوردة. مش اللي هو التقيل، لأ بسيط. ده وارد ان هو ادام وقع كده، اعرف ان هي اوريجينال. يعني ممكن نجيب واحد ده برضو الاوريجينال برضو لازم يمسك ماسكة بسيطة. هجيب لكم برضو الهاي كوبي دلوقتي. تمام. ده التاني اهو، بيجي متكيس بالطريقة دي. ده انا فتحته ما صبرتش بصراحة اهو. هما مدلعينكوا كمان، في ابيض وفي اسود على حسب اللون اللي انت عايزه. ده الاسود، بس الاسود مش عايز يبان في الكتابة كويس، مش عارف ليه. اهو. ده الاسود. ده الاسود اهو. ده الاسود. بصوا الكتابة بتاعته يعني مش مطبوعة، بالعكس ده بصوا الفرق ما بين ده وده. بصوا الفرق ما بين الكتابة دي والكتابة دي الكتابة اللاي كوبي ودي الاوريجينال، يعني في فرق بينهم. ده الاوريجينال رغم ان ده اتقل، ده اللي قلنا بيبقى فيه حديدة. بصوا السوكت ده، بصوا ده، بصوا المغناطيس قوي وبيلزق من كل الاتجاهات، يعني قوي بيلزق من كل الاتجاهات. بصوا ده الاوريجينال، مش عايز يلزق بيقع، مش عايز يلزق. طبعا بتعمل برضو QR هنا زي ما قلنا، بيوديك على سامسونج. طيب ايه الفرق ما بين ده وده؟ واحد اصلي واحد هاي كوبي. الهاي كوبي بتجيبه بيشحن معاك في ساعتين ونص، بيقول لك الاول ساعه ونص، بعد كده بيطلع لساعتين ونص، بعد كده 3 ساعات، في ناس بتسيبه 5 6 و7 8 ساعات. فالستور ده كويس جدا، بيدوكوا ضمان 3 شهور. جايب لكم الشاحن بضمان 3 شهور اوريجينال. ناس كتير طلبت مني الشاحن ده اهو. انصحك ان انت تتعامل مع الستور ده. بس كده، شكرا لكم.